كما وعدناكم بالحلقة السابقة راح يكون في منطقة أو ناحية جديدة. نحن متواجدين الآن في ناحية القيارة. عندنا عائلة وضع جدا مأساوي، لكن قبل ما نحكي قصة العائلة معنا ضيفنا الشيخ الأستاذ أبو غفران أحد وجهاء منطقة القيارة. السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته علينا وعليكم، وينعاد علينا وعليكم باليمن واليسر والخير والبركة. الله يحفظك. بس قصة العائلة هذه العائلة اجت يعني نازحة، وقام أحد الخيرين وعنده خان سكنهم في هذا الخان لا جزاء ولا شكورا، حسبة لله سبحانه وتعالى. العائلة تتكون من أختين، إحدى الأخوات عندها 3 بنات والأخرى عندها 4 ومعدومين الحال حقيقة، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. لكنه الخيرين من أهل المنطقة استطاعوا أن يمدوا يد العون لكل العوائل المحتاجة، ودون أن يعرفهم، دون أن يظهرون للشاشة الإعلامية، إنما كان الغاية من ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني الحملة الخيرية من خلوها أجمل حقيقة عن طريق الخيرين اللي أرشدوهم إلى هذا البيت، إلى هذا المكان اللي هم طبعا يلتحفون الأرض، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء كما قلنا، لأنه لشدة حالتهم اللي صعبة حقيقة، الحالة المأساوية، وأغلبهم بنات وحالتهم حقيقة صعبة جدا. وحقيقة هذه في العشر الأواخر من رمضان الصدقة تعادل أضعاف مضاعفة، والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله هو واسع عليم. وحقيقة ممنونين لجيدكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى دوم يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر لتقديم يد العون والمساعدة للناس المحتاجين. شكرا لك شيخ أستاذ، يبارككم يعزك يحفظك يحفظكم الله، الله يحرسكم إن شاء الله. رجعنا لكم بتكملة فقرات برنامجنا. طبعا نبدي بأولى الفقرات اللي هو عندنا دعم مالي مقدم من شركة عمر عطار باشي، طبعا عنواننا بالموصل بتقاطع البراوي، يتكفل لهذه العائلة وأيضا لباقي العوائل. وأيضا عندنا مبلغ ثاني مقدم من شركة مارك إليس، هاي شركة بالإمارات وأصحابها من الموصل، أيضا تبرعوا لهذه العائلة. وأيضا عندنا بطاقة مقدمة من رجل ستي في الشلالات، طبعا إن شاء الله حتكون للعائلتين اثنيناتهم يدخلون على المدينة وكافة الألعاب لمدة سنة كاملة مجانا. وايضا عندنا مواد غذائيه ان شاء الله تكفيهم العائلتين لمده اكثر من شهر. وايضا الفقره الاهم من برنامج اللي هي الاجهزه الكهربائيه. طبعا البيت هاي الثلاجه موجود اصلا هي من صاحب البيت ما مالكم، فما عندنا لا ثلاجه ولا براد، فجبنا لهم ثلاجه حجم 24 حتى تفيدهم ان شاء الله، هي ثلاجه وهي براد بنفس الوقت. وايضا البيت يغسلون ملابسهم بيديهم، فجبنا لهم غساله تتايت معنا وجبنا لهم. وايضا ما عندهم بريده فجبنا لهم هاي كونفيره. وايضا طباخ مثل شفتوا عندهم هذا فقط طباخ العادي جدا، فقط يشتغل عين وحده منهم، فجبنا لهم طباخ بنفس الوقت هو يكون فرن داخله، وهي طفايه معانا وان شاء الله ما يحتاجوها ابدا. وايضا هذا سخان الماء الموجود اللي بالبيت، هذا سخان هو اصلا من صاحب البيت ايضا ما ماتم، وحجمه صغير ما يكفيهم للسبح لمده حجم شخص واحد يكفيه، فبعدها عيضوا الماء عليه، فجبنا لهم سخان حجم كبير. وايضا بطانيات على 4، طبعا الاغراض ان شاء الله في اي وقت حيتحولون ببيت ثاني، فالاغراض تكفيهم لبيت كامل وقوم يتحولون ان شاء الله. وايضا ان شاء الله بعد قليل راح يصل لنا الفطور للعائلتين، هاي الفطور مقدم من برنامج من الناس للناس. الى هنا حلقتنا من ناحيه القياره، انتظرونا بناحيه او منطقه جديده ومع السلامه.